طبعا كلنا شفنا كرتون مغامرات فلاب جاك، الكرتون الغميض اللي بيعتمد على الكوميديا السوداء. النهاردة هنكشف الحياة المرعبة للكرتون. قعدت أدور كتير وأبحث في الكرتون، لقيت كمية إيحاءات جنسية كتيرة، بس ده مش موضوعنا. حلقتنا هنعرف فيها القصة الحقيقية للكرتون. مسلسل فلاب جاك مسلسل كوميدي ومغامرات، تأسس في 5 يونيو سنة 2008 من إنتاج كالعادة كرتون نتورك. بتحكي القصة عن فلاب جاك، الولد الصغير الجميل بطل قصتنا، وكانكلز الغريب، والحوت بابي اللي كان بيهتم بفلاب جاك ودايما بتراعيه وبتحاول طول الوقت حمايته من المخاطر. في البداية خلينا نقول بعض الحقائق عن الشخصيات الكرتون ودورها في المسلسل. والشخصية الأولى معانا هي شخصية فلاب جاك، وهو شخصية لطيفة ومحبة للمغامرة، وطول الوقت هتشوف فلاب جاك لازق في كابتن كانكلز، وكان هدفه طول الوقت الوصول لجزيرة الحلوى. وبابي الحوت الأزرق مربية فلاب جاك بتحاول تمنعه إن هو ما يفكرش في الموضوع، ولكن مستحيل فلاب جاك ينسى هدفه ومصمم على الوصول. الصدمة بقى يا صاحبي في جزيرة الحلوى، ومنين جات وإيه قصتها. كابتن كانكريس شخصية غريبة، شخص أحمق ما يعرفش في حياته غير التباهي بنفسه، بيحكي قصص وأساطير عن نفسه هو أساسا أول مرة يسمعها، وبيتباهى ببطولات اللي عمره ما عملها. ولكن فلاب جاك كان بيحبه جدا ومتعلق بيه، وده اللي بيخلي كانكريس يستغل فلاب جاك طول الوقت. وكانكريس بيكره بابي جدا علشان بتقول لفلاب جاك ما يقربش منه لأن هو شخص سوداوي وبشع. بابي هي الحوت الأزرق اللطيفة، وهي اللي اهتمت بفلاب جاك. أول ما شافته غرق في المحيط وهو طفل صغير سميته فلاب جاك على اسم أحد الفطائر الشهية، ودايما شايفة كانكريس اللي هو خطر على فلاب جاك. وعندنا كمان شخصية لاري، ودي شخصية طيبة لكن سريع الغضب، وهو أكتر شخص بيحب الحلوى، وعنده زوجات مصنوعة من الحلوى، وهو صاحب متجر الحلوى الوحيد في الكرتون. وبرضه هو كمان بيكره كابتن كانكريس ومبيحبش يديله أبدا من الحلوى، بس بيديله الحلوى بسبب وش فلاب جاك الحزين. وسكان المدينة فاكرين إن لاري هو الوحيد اللي عارف مكان جزيرة الحلوى. وفي كمان شخصية دوكاهاكو، ودي أكتر شخصية مكروهة، وهو عبارة عن عجوز منظره وحش من بره ومن جوه، والكل بيخاف منه الكبير والصغير. تقريبا دي كل الشخصيات الموجودة في الكرتون، ومفيش حد موجود غير شخصية واحدة. مين هي الشخصية دي؟ ويلا بينا نتعمق في النظريات. بداية ربط أحداث الكرتون مع الواقع مع الدكتور باربر، ولكن ما كانش دكتور عادي، ده كان دكتور حلاق. واللي ما تعرفوش إن دكتور حلاق دي كانت كلمة مرعبة جدا زمان. في سنة 1540 ظهر عندنا الدكتور الحلاق، واللي كان بمثابة إله الطب عند جميع الشعوب خصوصا في إنجلترا. شخص مسؤول عن الإنسان عن صحته الداخلية وكمان مظهره الخارجي. كان بيستخدم أساليب غريبة جدا في العلاج، وأحيانا أساليب مميتة زي بعض الأعشاب السامة والآلات الحادة، واللي بتستخدم في علاج المرضى. أي مريض مصاب بمرض يصعب علاجه كان بيخضع لأصعب عمليات التعذيب في تاريخ البشرية. على سبيل المثال، اللي عنده صداع كانوا بيخرموا دماغه على أساس إن دي طريقة علاج. تعالى دلوقتي نرجع للكرتون ونربط الأحداث ببعض. الدكتور باربر كان طبيب حلاق، وكان بيستخدم نفس الطرق بتاعت زمان اللي قلنا عليها. هنلاحظ طول الوقت بيحاول يعمل عمليات جراحية على الشخصيات الموجودة في الكرتون، وده طبعا من غير سبب، لأنه هو مريض نفسي بيحاول يستمتع باللي هو يعمله. ودي كانت بداية القصة الحقيقية لفلاب جاك. من زمان كان في سيدة شريرة اسمها سيدة الحلوى، كانت مشهورة جدا وقصتها بتتحكي لكل الأطفال، والأهالي والأمهات كانوا بيحذروا أطفالهم منها ويقولوا لهم اوعوا تسمعوا كلامها. الطفل وهو نايم بيلاقي أجمل أنواع الحلوى، بياكل الحلوى وبيستمتع بيها زي أي طفل في الحياة. وفي تاني يوم يصحى يلاقي حلوى أجمل وألذ. وتمر الأيام لغاية ما يتعود الطفل على وجود الحلوى كل يوم على سريره. وفي يوم من الأيام يصحى الطفل ما يلاقيش الحلوى بتاعته، بس موجود ورقة مكتوب عليها إن مكان الحلوى موجود في مكان قريب، لكن المكان ده موجود في جزيرة، وعلشان تلاقيها لازم تخرج من غير ما تقول لأهلك. وبعدها بيتسلل الطفل المسكين من البيت بالليل وبيروح للمكان من غير ما يعرف أهله، وبتتفاجئ الأسرة باختفاء الطفل للأبد. ودي كانت طريقة خطف سيدة الحلوى للأطفال زمان.
خلونا نرجع بقى للكرتون ونرجع لجزيرة الحلوى. جزيرة الحلوى في الكرتون ما هو إلا مكان مرعب بيتم خطف الأطفال وقتلهم، ولو ركزنا في الكرتون هنلاقي إن ده واضح جدا قدام عينينا. كابتن كانكريس من الواضح إن هو الشخصية المرعبة والمظلمة في الكرتون، والسبب طول الوقت إن هو بيحاول يقنع فلاب جاك إن هو يروح الجزيرة، وطول الوقت بيخطط إزاي هيوصل للجزيرة من غير ما حد يلاحظ، لأن هدفه هو قتل فلاب جاك اللي بيثق فيه جدا وبيحبه. أما بابي بتمثل دور الأم اللي بتخاف على أطفالها على طول. بابي طول الوقت بتحاول إنها تمنع فلاب جاك لأن هي حاسة إن في خطر، وإن كان كريس بيحاول يستدرجه للجزيرة علشان يقتله بالفعل. وهنا بنستنتج إن الكرتون مبني على قصة حقيقية. الكوميديا السوداء اللي بنتفرج عليها دي قصة مرعبة بتدور على خطف الأطفال. ولفت انتباهي إن الحلوى في الكرتون بتعتبر كل حاجة في الحياة عندهم. ومن خلال ما كنت بتفرج على حلقة من الحلقات لقيت حلقة مرعبة جدا زي ما انت شايف. والحلقة الرابعة في الموسم التاني كان كريس بدأ يدمن الحلوى بشكل مريب، وبدأت تظهر عليه أعراض غريبة جدا زي سعادة كبيرة جدا في الأول، وبعد كده بتتحول لغضب شديد جدا من العالم، وبعد كده ينتقل لحالة من الحزن والاكتئاب. الغريب إن كل الأعراض دي نفس أعراض المدمنين الكحوليات في الحقيقة. وفي اليوم التاني استمر في أكل الحلوى وبقى مدمن حقيقي، لدرجة إن هو بقى بيهلوس وبيتصرف بغرابة شديدة جدا، لدرجة إن هو كان شايف فلاب جاك مصاصة وطول الوقت كان بيحاول ياكله. وبعدين يرجع كان كريستاني لفلاب جاك ويقوله إن هو بخير ولازم يثق فيه. بدأ هو وفلاب جاك يروحوا يسرقوا الحلوى من البيوت، ويظهر مشهد مقزز جدا بعد ما يتعرض كانكليز لغماء شديد ويظهر بشكل بشع ويدوس على وش واحد معدي، وشخص تاني بيرمي الحلوى من بقه جنبه وياكلها، وحاجة مقززة جدا وبشعة. بابي قررت إنها تتخلص من كانكليز في جزيرة الأفاعي بعد ما ربطته في خشبة كبيرة، ولكن فلاب جاك بدأ يتحول لشخص عملاق ويمد إيده في بق كانكليس وتقيع الحلوى في بق كانكليس في مشهد غريب جدا. الحلقة دي كانت غريبة جدا بالنسبة لي. بس كده يا صاحبي، قول لي ايه رأيك في الفيديو في الكومنتات، ولو عجبك الفيديو دوس لايك واشتراك عشان يجيلك كل جديد. سلام.